مساء الخير وألف تحية عطرة لكم أينما كنتم مشاهدي فيث تي في الأكارم. في حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا سنناقش موضوعا مميزا بمحاوره وضيوفه الكرام يا أحبائي الأفاضل، وهو العلاقة الجدلية ما بين الدين والدولة بالمعادلة السياسية السورية، وليس بصوابية أو أفضلية أي ديانة سماوية على آخر، ولإيماننا المطلق بأن الدين لله والوطن للجميع أولا، وثم إن برنامجنا سياسي وثقافي، وعليه يدور كل حوارات البرنامج حول سبل بناء الإنسان والوطن السوري السليم الكريم الذي ينشده كل أحرار بلدنا الجريح، ومنهم ضيفينا الكريمين العزيزين فضيلة الشيخ رياض ضرار، وهو شخصية دينية سياسية سورية معروفة من مواليد دير الزور عام 1954، وخريج جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية، حيث عمل مدرسا في مدارس دير الزور، وكان له نشاط سياسي في لجان إحياء المجتمع المدني منذ عام 2000 حتى تم اعتقاله من قبل النظام في عام 2005 نتيجة كلمته في عزاء الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي الكردي الذي قتله أجهزة النظام، وحكم عليه لمدة 5 سنوات، ثم ساهم مع حركات الاحتجاج التي قامت في 2011، وكان من مؤسسي هيئة التنسيق الوطنية وعضوا في المكتب التنفيذي لمدة 4 سنوات. ونتيجة للتغيير في الوضع كما يقول شيخنا الجليل انضم إلى مسد عام 2016 وأصبح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية ولليوم يشغله. وأختم بأنه كان بين عامي 1987 و 1998 خطيبا في مساجد دير الزور، وكانت خطاباته في مسائل التنوير الإسلامي، ولأول مرة طرح في محاضراته علمانية الإسلام. أهلا وسهلا بك شيخنا الفاضل، نورتنا. حياكم الله أنت وضيوفك الكرام. الله يسلمك، نورتنا. كما نرحب بالزميلة الإعلامية المبدعة الجميلة ماجي خزام، وهي شخصية إعلامية ودينية سورية مشهورة، عملت مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية ومحاورة سياسية، وهي رئيسة منظمة المملكة السورية للأطفال وراعية كنيسة الرب، وهي أول كنيسة مشرقية تقودها امرأة، ورئيسة قناة FMC وورد أيضا كأول إعلام إنساني مسيحي مشرقي في أمريكا والعالم. ماجي خزام، نورتينا، أهلا وسهلا بك. أهلا فيكم. كما باسمكم ضيوفي الكرام ومشاهدي الأعزاء، نشكر من هم وراء الكنترول: الأستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، والزميلة الكاتبة رقية حاجي، لهم منا كل الشكر. أستاذ رياض، لو نبدأ معك. كشفت الأزمة السورية تقريبا كل عاهاتنا السياسية والفكرية، والتي كلها تحتاج لإعادة الصياغة والتعريف، مثل الهوية الوطنية والديمقراطية والدولة
وعلاقاتها المتشعبة بالدين، والتي يصر بعض الشخصيات والقوى الدينية بضرورة ربطها بشكل الدولة القادمة. فهل نحن حقا بحاجة لإعادة صياغة أو تعريف جديد لتلك المفاهيم والمصطلحات، ومنها الدين والدولة وماهية العلاقة ما بينهما؟ تفضل شيخنا. مساء الخير، تحياتي لك وللسيدة ماجي خزام. والحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء معها وبحضوركم، ونحن سعداء أكثر بوجودكم. الله يبارك فيك. أعتقد أنا عندما ذكرت أنني كنت قد طرحت في العام 1996 محاضرة باسم علمانية الإسلام، أكون قد وضعت يدي على الجرح، لأني كنت في تلك الأثناء خطيبا في مساجد دير الزور، وهذا لم يلقى قبولا من مشايخ البلد. وحقيقة أنا هجمت هجوما شديدا من قبلهم، وكانوا يتشكوني عند الأمن، مما استدعى الأمن أن يأخذوا قرارا بتوقيفي عن الخطابة بسبب هذه الهجمة. كنت طبيعيا أخطب بما يستلزم حدود الخطابة، ولكن عندما طرحت هذه الأفكار وكنت أطرحها على المنبر، لكن بأسلوب يعني متواري، ليس بشكل مواجه، ولكن في المحاضرة في المركز الثقافي حددت الأمور ووضعت النقاط على الحروف، وأكدت أن الإسلام دين علماني. وبالتالي من هذه المحاضرة بدأ الهجوم وبدأ الكشف. هذا يعني أننا في الفقه الإسلامي وفي العقلية المشيخية التقليدية كنا نحمل إرثا ثقافيا، هذا الإرث غير قابل لحياة معاصرة، لأنه يضع عيونه في الخلف ولا يرى أمامه شيئا. وبالتالي فإن الأهداف التي تستوجب منا أن نطرح أفكارا جديدة تتطلب منا أولا يعني جرأة، وتتطلب منا مرجعية حقيقية وقراءة للواقع، وتتطلب منا أن ننظر إلى النص نظرة معاصرة ليست بعيون القدماء. القدماء نظروا إلى واقعهم من خلال أرضيتهم المعرفية، واليوم لدينا أرضية معرفية يمكننا من خلالها أن نحكم النص فيها وأن نجد الإجابات التي تفيد حياتنا المعاصرة. من هذه الحياة المصطلحات الجديدة في مسألة الدولة وعلاقتها مع جمهورها، في مسائل الديمقراطية، في مسائل الحريات، في مسائل العلاقات الاجتماعية، إضافة للعلاقات الشخصية وما يمكن أن يكون هناك من مرجعيات يحتكم إليها الناس على أرضية التعارف. لأن الأصل في الأديان أن نذهب إلى التعارف، والتعارف هو بداية الانفتاح الحقيقي على الغير، يعني بدء المعرفة ثم الاعتراف بالآخر، والاعتراف الآخر يعني بدء التعايش الحقيقي على أرضية المواطنة، وليس على أرضية لا السلطة الاستبدادية التقليدية من خلال عقلية الملوك وعقلية الرؤساء المستبدين، ولا من خلال عقلية المشايخ الذين غالبا ما يكونون أزلاما للسلطة أو فقهاء للسلطان، وبالتالي يرسمون حياة الجمهور بحيث أنه يكون مستتبعا لهذا السلطان أيا كان هذا السلطان. وما نراه أمامنا في الأيام الأخيرة يدل على أن هذه العمائم ليست أكثر من يعني قبعات يمتلئ داخلها ملايين الشياطين. يعني علمانية الإسلام ثورة إسلامية بحد ذاتها. يعني سنعود إليك شيخنا الفاضل أستاذة ماجي مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. إذا كان لك تعليق، ونفس السؤال لك، يعني هل نحن فعلا بحاجة لإعادة صياغة، لإعادة تعريف مفاهيم كثيرة مثل الدولة، الحرية، الديمقراطية، يعني ولكن وفق الديانة أو الرؤية المسيحية؟
نعم، بالمقدمة لا يوجد شيء اسمه ديانة مسيحية. نحن لما بنحكي مسيحية بنحكي إيمان مسيحي. أوكي؟ المسيحية هي علاقة الإنسان بالرب الإله، فهي ليست دين له فروض وأحكام ويجب ولا يجب كي يعاش. أوكي؟ هي بداية. بالنسبة لموضوع الحلقة، بعيدا عن المسيحية، اليوم نحن عم نحكي باللغة العربية، فنحن متوجهين للشرق الأوسط عامة والوطن العربي خاصة ببلدانه، والدين السائد فيه هو الإسلام. أوكي. بغض النظر عن مسمى الدين، خلينا نقول إكس من الأديان، هذا الدين يجب فصله عن الدولة. حضرتك سألتني قلت لي نحن بحاجة لإعادة تعريف للمصطلحات. لا، ما بيهم إذا غيرنا اسم الدين وقلنا عنه علماني، قلنا عنه مدني، قلنا الديمقراطية الإسلامية، العلمانية الإسلامية، الكذا الإسلامية، ما هو بالنتيجة أنت محافظ بعدك على ذات الدين المسيطر على الدول. اليوم فصل الدين عن الدولة حاجة وضرورة أساسية لحماية المجتمع من تسلط رجال الدين عليه. المشكلة وين؟ عادة العرب بشكل، يعني خلينا نقول معظم من اقتبسوا من الغرب واقتبسوا من الحضارات الأخرى، في مشكلة لازم نحطها على السطح لنعرف نحاور مزبوط، هو إنه بياخدوا مصطلحات الغرب ليعربوها، ليعطوها ويحطوها تحت عباءة الإسلام. يعني علمانية بتعني بالاعتراف بأنه الدولة هي دولة مساواة بين المواطنين، دولة تحترم العلم والعلماء، مو علماء الدين فقط، العلماء، نحن عم نحكي علم، نحكي علماء، يعني عم تحكي أنت عن علماء الفكر، علماء السياسة، علماء الفلسفة، بالضبط إلى آخره. فهذا يعني أنه في دولة قوانين، هاي القوانين وفق حقوق الإنسان. هذا اللي بتعنيه كلمة علمانية أو مدنية بالمعنى الدقيق لها، طبعا بغض النظر عن التعريفات المتناقضة لهي المواضيع. فلما بنقول نحن علمانية الإسلام، يعني مثل اللي عم عذرا بالكلام ولكن عم يضحك على حاله، يعني مثل اللي سمع بشيء اسمه بكيني عم قال لك أنا بدي لبسه لمنقبة. يا حبيبي، ما هي لحال وهذا لحال، هذا له الشاطئ تبعه، المنقبة أو المحجبة إلى أيضا أماكن العبادة الخاصة فيها، لا يجوز الخلط بيناتهم، بيطلع المنظر مشوه. أوكي؟ فمن نفس المنطلق تخيل أنت الرجل بجلابية ولابس فوقها ثياب البحر، في شيء غلط. فمصطلح العلمانية الإسلامية، طبعا مع احترامي للشيخ ولطرحه للموضوع، هو من حقه يحافظ على دينه. يعني الشيخ يمكن أنه يكون هو مستبق للأحداث، لما بلش عم بيقول سنة التسعينات بهذا الطرح، هو طبعا هذا كان جرأة منه أكيد. اليوم نفس النظام اللي سجنه بسبب هالطرح اليوم عم يطبقوا. يعني الرئيس بشار الأسد طلع قبل شهر من الزمن وهو طرح فكرة علمانية الإسلام، يعني هو أقر فيها وعم يعملوا هلأ إسلام بشكل جديد يناسب الحداثة والمعاصرة. هاي مشكلتهم. أنا بتفهم شخص بده يحافظ على دينه، حاسس الإلحاد عم ينتشر، الأديان عم تتفكفك، في دعوة عالمية لوحدة الأديان، هو حابب يوحد الأديان تحت عباءة الإسلام، حقه الطبيعي، كل حدا بحب إنه هو دينه. ما هذا سؤالنا يعني، او نحن عم نحكي عن الدين والثورات ما أنت الدينيه سؤالك كان لي عن المسيحية. لا، المسيحية التعريف. وضع آخر، المسيحية وضع آخر، ما فينا نقول فصل المسيحية عن الدولة، لأنه المسيحية أساسا غير مهيمنة على الدولة لنفصلها. لا، بشكل عام يعني انه الرؤيه المسيحيه، يعني الرؤيه المسيحيه للدوله، للديمقراطيه، اذا كان مثلا نعم، الرؤية المسيحية وفق حاكم الكتاب مسيحي. المقدس تقول أن ليس رجل ولا امرأة، ليس عبد ولا حر، في المسيح يسوع الجميع متساويين. فنحن لما بنحكي عن رؤية مسيحية للعدالة الاجتماعية، للمساواة، للديمقراطية، للحفاظ على الحريات، الشيخ قال في شغلة مهمة، قال يجب علينا أن نتعرف على الآخر واللي نعترف بالآخر. الاعتراف بالآخر، لا، بدي أقول لك بخالفك الرأي، مو ضروري أعترف فيك كدين، ولكن ينبغي أن أحترمك على دينك بدون ما أغير فيك. هو هون المجتمع لما نحن بنحكي عن علمانية ولما بنحكي عن مدنية. العلمانية بتقول إنه أنا جاري يكون بوذي والآخر هندوسي، وجاري مسلم والآخر بالحي يعبد البقر ربما، وأنا عندي إياهم كلهم اسمهم مواطنين
مثلهم مثلي، ما إلي علاقة بدينهم ولا شو بيعبدوا ولا كيف بيصلوا. فلمجرد انت قلت علماني اسلامي، انت نفيت هاي المساواة اللي عم بحكي عنها، خلص انت اعطيت امتياز لدين معين. سنعطي حق الرد لشيخنا الأستاذ رياض أولا إذا لك تعليق، ثم يعني على ضوء التعريفات. تفضل. السيدة ماجي يعني أعطت جوابا حقيقيا حول مسألة أن الفكرة قد تعني طرح دين باسمه على أنه يستطيع أن يحتوي الآخرين من خلال إضافة مفهوم معاصر عليه وتقبله، بمعنى إضافة علمانية إلى إسلام، يعني الإسلام سيبقى مسيطر. حقيقة ليس هذا المفهوم. عندما نقول علمانية الإسلام نقول أن الإسلام نفسه فصل نفسه عن الدولة، وأكد أنه كدين هو بعيد عن مفهوم الدولة، بمعنى أن الإقامة الأولى للدولة في المدينة كانت دولة علمانية بالمعنى الكامل، بمعنى هي كانت تسمى مدنية وسميت يثرب مدينة على أساس أن المدينة تعني مكان التلاقي والتعدد والاعتراف. وهذا غير عقلية القرية التي تستقر فيها المفاهيم وتتوحد، ويصبح مفهوم القرية هو الرأي الواحد، وبالتالي القرية قد تكون دولة كبيرة وتسقط فيما بعد لأن القرى إلى هلاك، بينما المدن سوف تعيش لأن فيها التعدد والاعتراف. الإسلام منذ البداية قال أنا أؤمن بالتعدد وأعيش مع الآخر، وبالتالي صحيفة المدينة بنت هذا المفهوم منذ البداية، وكثير منا يعتمد صحيفة المدينة لأنها لم تحتوي آية واحدة ولا حديثا نبويا واحدا، وقامت بين القرى أو بالأحرى المجموعات التي تسكن المدينة، وهي 14 قبيلة، منها يهود ومنها غير مسلمين، بمعنى كانوا على دينهم، بل منها من لديه بعض التصرفات التي تركت على حالها، يعني حتى أن بعضهم كان مثل يعني أبي بن أبي سلول كان لديه حالة البغاء ولم تحارب في حينها، وترك لأن هذا المفهوم ترك على حالات المعيشة المشتركة. وبالتالي فإن هذا المجهود الذي بذل في المدينة أعطانا تصورا أن الإسلام عزل نفسه منذ البداية وقال أنا دين، وهذا الدين ليس له علاقة بالحكم إلا بمقدار المشاركة مع الآخرين، فمن هنا سمينا مفهوم علمانية الإسلام على أنه يقبل الآخر. شيخنا أستاذ رياض، على ضوء هذه التعريفات، هذه الفكرة والتعريفات، يا ريت لو نسمع منك شرحا شرحا مفصلا معنى العبارة المشهورة الدين لله والوطن للجميع وفق رؤيتك بعلمانية الإسلام. الدين لله والوطن للجميع. في المرجعية الغيبية الله للجميع، الله للجميع أيضا لمن يؤمن به، لكن هنا نحتكم إلى المسألة الغيبية والماورائية، وبالتالي هذا إيمان عقائدي فردي يؤمن من يؤمن بما وبالطريق الذي يصل فيه إلى هذا الإله، وبالتالي الدين لله، ولكن الوطن هو مكان سكن كل المتدينين، وبالتالي فالوطن للجميع، لأن الجميع يجب أن يعيش في هذه الأرض، يعني على أرضية التفاهم سماها القرآن التعارف. هذا التعارف يصل بنا إلى المعاش المشترك دون فرض أسلوب أو قيود على الآخر في معتقداته. وأنا هنا عندما أطرح الإسلام في الحقيقة فكرة الإسلام هي هناك فكرة الإسلام الخاص الذي وصل إلى الديانة التي نؤمن بها دين محمد، ولكننا نقول أن الإسلام واحد لأنه منذ نوح إلى جميع الأنبياء القرآن تحدث عن إسلام واحد، كلهم مسلمون، بمعنى أن الأنبياء يؤمنون بالإله وهم جميعا يصلون إلى مفهوم ودرجة الإسلام بشكل مشترك، لأن الإسلام هو تسليم بالإله الواحد
الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان بقناعة فردية، سواء كان عاملا عاديا أو مفكرا كبيرا، وبالتالي يسلم بهذا الأمر، وهو من السلامة أيضا، لأن السلامة تعني نتيجة التعايش أن الناس يصلون إلى التفاهم والتلاقي والتعارف، وبالتالي كل خروج عن هذه المبادئ ليس من الإسلام. فإقامة الحروب هي ليست من الإسلام، النفور من الآخر ليس من الإسلام، محاولة القضاء على أديان الآخرين ليست من الإسلام، وبالتالي وليس من أيضا الاعترافات التي يمكن أن تكون سببا من أسباب التعايش. هذا هو الضير في مسألة الصراع، سواء كان بين الأديان أو بين القوميات، وبالتالي وصلنا إلى هذه النتائج والمصائب التي ما زلنا نعاني منها، وخاصة في العصور الأخيرة كانت الصراع بين الأديان، أصبح الصراع بين القوميات. علينا اليوم أن نجد البديل الحقيقي الذي يوصلنا إلى التفاهمات. نحن نطرح العلمانية وسيلة، لأنها وسيلة نجحت في إقامة مفاهيم الوطنية، وهذه الوطنية هي تعايش جميع الساكنين على أرض مشتركة، ويصلون بها إلى يعني مفهوم التعايش والتلاقي والتواصل، وهذا هو المطلب الحقيقي لحياة الناس واعترافاتهم ببعضهم. جميل شيخنا، سنعود إليك أستاذة ماجي بنفس السياق. هناك قول مبارك للمسيح: أعطي ما للقيصر لقيصر وما لله لله. يا ريت لو توضحها بشكل دقيق ومفصل. نعم، المقولة صحيحة: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، قالها الرب يسوع المسيح. لذلك بتشوف المسيحية هي الإيمان الأكثر اندماجاً بالمجتمعات. أينما وجدت المسيحيين بتلاقيهم محترمين للقانون، منفذين للقانون، محترمين لترتيب السلطة القضائية والقانونية، بسبب هالآية تحديداً: أعطي ما لقيصر لقيصر. فنحن ندرك تماماً أنه الإيمان هو العلاقة الشخصية بيننا وبين الرب الإله والمجتمع. نعم تمام، تفضلي. كنت عم تسمعني أو لا؟ هلا واضح، تفضلي. كان مو واضح الصوت؟ بتحب عيد؟ هلا عاد الصوت، تفضلي. طيب، كنت عم اقول لك لا تفضلي واضح. قال الرب يسوع المسيح: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لذلك تجد المسيحيين أينما كانوا بأي مجتمع كان هم الأكثر اندماجاً وتطبيقاً لقوانين المجتمع مهما تغيرت المجتمعات، بسبب هي الآية تحديداً، لأننا نجيد أن نعطي ما لقيصر لقيصر. نحترم القوانين، نحترم وجود أمر وتراتبية عسكرية، تراتبية سياسية إلى آخره، ونحترم وجود قوانين بالمجتمعات يجب تطبيقها واحترامها. أوكي، بسبب هالآية. بالنسبة في أمر ذكره الشيخ وبصراحة يجدر الوقوف عنده: ليه مفهوم علمانية الإسلام هو مجرد حلم أو مجرد فينا نقول يعني أمر عسير على التطبيق؟ بسبب جملة هو قال: الوطن مكان سكن كل المتدينين. طب أنا ماني متدينة، أنا مؤمنة ولكن لست متدينة، فسقطت عني صفة المواطنة. ممكن يكون بالوطن عندك ملحد، عندك لا ديني، عندك إنسان لا يريد أن يؤمن. يا أخي، شو بتشيل عنه صفة المواطنة؟ لما بنحكي نحن علمانية يعني تقبل الآخر. يعني بالدستور الأمريكي في عنا نحن بند بيقول أنت تستطيع أن تؤمن بدين أو تؤمن ولا بدين، يعني أنت إلك حرية اعتناق الأديان من عدمها. بوفق مفهوم الشيخ اللي ذكره هلأ، قال الوطن مكان سكن كل المتدينين. ما أنت رجعنا للأساس لما عم تقول التعبير ما كان يعني أو يقصد فيه، يعني هلا سنعود إلى الشيخ ولا يهمك، ولكن أنا واجب علي فقط كرمال المشاهد أنه أوضح وين نقط الاختلاف تماما. يعني أنا أطالب بفصل الدين عن الدولة والشيخ يطالب بفصل الدين عن الدولة، ولكن يجب أنه المشاهد والمتابع العربي يفهم الفرق بيناتهم. أنا أطالب بحماية المجتمع والدولة. لما بنقول دولة نحن ما بنقول حكومة أو بنقول رئيس،
يعني هلا طبعا في بعض البلدان اللي فعلا الدوله فيها بتختصر بشخص واحد، انا ما عم بحكي عن الحالات الشاذه، عم نحكي بالمفهوم العام. سياسيا الدوله بتعني الحكومه وبتعني القوانين وبتعني الشعب بشكل عام. فلما نحن بنقول فصل الدين عن الدوله بتعني حمايه المجتمع من التطرف الديني، من تسلط الديني، فينا نعتبر اي عباره مناسبه لهذا الامر. لما الشيخ عم يحكي علمانيه الدين، هو حابب يعصم الدين، يحمي الدين من الدولة، يحمي الدين من تسلط الدولة عليه، يحمي الدين من أنه يتم استخدامه من حكام فشلة كما يحدث اليوم بمناطق كثيرة. هو عم يحمي دينه. هذا الفرق بيني وبينه. أنا بيهمني المواطن، ما بيهمني المسلم فقط، بيهمني المواطن. كلمة مواطن بتعني مسلم ومسيحي ويهودي ولا ديني، وبتعني كردي وعربي وشركسي وإلى آخره، وبتعني الحفاظ على الأقليات كما هم. يعني بتعني إنه الدرزي والإسماعيلي والمرشدي والأيزيدي بحق له يقول أنا ما بدي أعتنق الإسلام، هذا عنده حرية اعتناق ما يشاء. فأنا هاي مفهوم فصل الدين عن الدولة اللي بفهمه. أما فصل الدين عن الدولة حسب ما يطرحه الشيخ وبيقول لك من نوح الجميع مسلمين، أنت غير قادر على تقبل غير المسلمين. إذن يعني أنت لا تتقبل ماجي، أنت بتشوفها مسلمة لا تقدر تتعايش معها وتتعرف عليها، لا شوفها مثل ما هي. نوح لم يكن مسلما، عفوا بالكلمة. نوح والأنبياء بالعهد القديم مذكورين بالتوراة، مذكورين بالكتاب المقدس بالعهد القديم، ما في ذكر أنهم كانوا مسلمين أو إسلاميين أو مسلمين. بالإيمان المسيحي على فكرة ما عندنا لفظ مسلم أو مسلم، ولا لمشيئة ولا لإرادة، لسبب أنه بالمسيحية نؤمن أنه الإنسان مخير. من هون أيضا إجا لنعرف نحن ليش المسيحيين هن الأكثر اندماجا بالمجتمعات. أنا عندي الإنسان مخير، يستطيع أن يعبد ويستطيع أنه ما يعبد. الرب الإله بالكتاب المقدس قال للنبي موسى قول جدا رائع، قال له يا ابني جعلت أمامك الحياة والموت، اختر الحياة لتحيا. إذا كان الرب الإله ما قال له أنا حطيت لك طريق واحد وحطيت لك دين واحد وحطيت لك شريعة واحدة، أعطى الإنسان خيار. من وقت آدم مخير، بيقدر يعصى وبيقدر يطيع، بيقدر ياكل هالثمرة معرفة الخير والشر، وبيقدر أنه هو يطيع كلام الرب الإله. ولكنه الاختيار للبشر عادة بيكون لا الأسوأ، ما بيعرفوا مصلحتهم، بعيدا عن الروح القدس والرب الإله إذا ما كان هو اللي طبعا مؤمنين فيه. فمن هون اجى الفرق اللي حابة احكي فيه. يعني انا بامريكا انا اقبل المسلم والبوذي والهندوسي بدون ما اقول كلنا مسيحيين كلنا للمسيح. مجرد انت عم تقول لي كلنا مسلمين، انت ما عم تقدر تتقبلني كما انا. الصوت كمان هذا ليس ما يضبط الصوت. نعود الى فضيلة الشيخ استاذ رياض. اولا باختصار اذا لك التعليق على كلام ماجي، وبعد سنسأل سؤالا. الحقيقة أنا ذكرت أن صحيفة المدينة قبلت عدد من الأطياف، منها الأديان الأخرى ومنها غير المتدينين، وقلت أن بعض التصرفات تركت ولم تحارب. وضربت مثل بأبي بن أبي سلول الذي كان يعني يجعل فتياته يمارسن البغاء، يعني بمعنى هناك حريات معينة ليست بمعنى الحريات، لكنها تصرفات لم يفرضها على الآخرين، لأن طبيعة مجتمع المدينة هو مجتمع التعايش بين المختلفين بما فيهم الملحدون. وبالتالي عندما ذكرت في مسألة الأديان ذكرتها بصف آخر، هو أن الدين عند الله الإسلام، يعني من نوح إلى يومنا هذا. لكن عندما نتحدث عن فصل الدين عن الدولة، فأنا أؤكد أن مفهوم الإسلام أيضا هو الدعوة إلى كلمة الله العليا، وكلمة الله العليا هي 4 حروف: حرية. الحرية هي كلمة الله العليا، وبالتالي من هنا يأتي المفهوم الحقيقي لحياة الناس في معاشهم وفي عقائدهم وفي التعامل معهم. وبالنسبة لنظرتنا أيضا إلى الدولة هي عقد اجتماعي لمجموعة معينة من الناس ضمن رقعة من الأرض. وبالتالي كما أنه لا نستطيع
أن نجعل كل أهل الأرض مسلمين، فنحن لا نستطيع أن نفرض على جميع المنتمين إلى الدولة هذا الدين أو ذاك الدين، وبالتالي فالحريات هي التي تحكمهم. ومرجعيتنا في مفهوم الحرية هو الذي يقول أن من حق الملحد أن يعبر عن إلحاده وأن تقوم الدولة بحمايته. هذا يؤكد مفهوم لا إكراه في الدين، أي أنه لا يجب أن نكره أحدا على الدخول إلى الدين. وهنا نكون قد أكدنا حرية الذي يلحد ويعبر عن إلحاده لأنه لا إكراه في الدين. هذا المعنى الذي يمكن يعني أن أوصله للسيدة ماجي، وأن يعني يكون مقربا لمفهوم أن الحريات هي أساس التعايش وهي أساس ديني في الإسلام. وحول الحرية أستاذ رياض، حول الحرية سنأتي إلى حرية حق الشعب الكردي بالحرية. أستاذ رياض، تعتبر كردستان أرض مباركة وأرض مقدسة بالقرآن الكريم، حيث بدأت الميلاد الثاني للبشرية منها عندما أنزل الله سفينة نوح بجبل جودي. فلماذا تحارب كردستان بمنعها من نعمة الحرب من قبل غالبية الدول والشعوب الإسلامية، وخاصة من العربي والفرسي والترك؟ يصل عند بعضهم باعتبار الكرد أبناء الجن. يعني أليس من حق الكرد أن يعيشوا وينعموا بالحرية، وأنت قلت كلمة الله العليا هي الحرية؟ أنت تعلم مكاني وعلاقتي مع الكرد، ولذلك سأقول هذا الكلام ولست متحيزا. الكرد شعب عظيم عاش معاناة عظيمة، وشعب صابر، واستحق ويستحق بصبره هذا أن ينال ما يصبو إليه. وكل من يقف بمواجهة الشعب الكردي لتحقيق تطلعاته في دولة واحدة أو في مشروع إنساني في مجتمع الشرق الأوسط المطروح من بعض المفكرين، كل هذا هو نوع من غمط الحقوق، سواء كان مسلما أو عربيا أو تركيا. كل هؤلاء يغمطون الكرد حقوقهم، وهذا أمر هو ناتج عن التطور الاقتصادي والسياسي المعاصر الذي خلق أجواء الاستعمار، ومن خلال أجواء الاستعمار خلق الصراع القومي بين الشعوب، وجعل شعوبا تنمو وشعوبا تندثر. لكن الشعب الكردي ما زال يعيش وما زال يقاوم وسوف يصل إلى أهدافه. الشعب الكردي في أرضه التاريخية له كامل الحقوق أن يحقق ذلك على أرضه، وهو الذي يختار فيما بعد من خلال الصراع وطبيعة أجواء هذا الصراع، يختار أن يبقى شعبا كرديا في كل منطقة يعيش فيها، أو أن يوحد أو أن يشكل اتحاد. هذا أمر نابع عن طبيعة الأجواء السياسية، لأنك تعلم أن الكرد في المرحلة الأخيرة عندما أقاموا استفتاء من أجل كردستان العراق حاربتهم الدنيا، وبالتالي فالحرب التي تقوم على الكرد هي جزء من بقايا ذلك الاستعمار البغيض والدولة القومية السيئة الذكر التي قامت على أنقاض شعوب، وأقامت لشعوب مكان تحت الشمس هي بمكان حقوق الآخرين. وهذا ليس بجديد على أستاذ رياض، ولكن إن لم نقل الكل ولكن الغالبية العظمى المطلقة من العرب والفرس وخاصة الأنظمة يعني تحارب الكرد. وعندما مثلا كانوا أجروا الاستفتاء في إقليم كردستان العراق في سوريا، الآن أنت رئيس مجلس سوريا الديمقراطي يعني، ومجلس سوريا الديمقراطي لا يدعو إلى انفصال، مسمين كل القوى السورية والنظام السوري موحدين الموقف حول أو مسمين الكرد بالانفصاليين. لماذا هذه الرؤية؟ لماذا الإسلام لم يقم بدوره في
تسليح هذه المفاهيم والظلم الغادر على الكرد. بالمناسبة العنصرية الخفية موجودة لدى القوميين والإسلاميين، وهي تظهر عندما يحكها الواقع. الجميع لا يفكر بعقلية لا دينية ولا إنسانية. أنا أعرف تماما في السجن عندما قام استعصاء صيدناية الشهير، وكنت حاضرا في هذا الاستعصاء، كان هناك محاربة شديدة للكرد من قبل الإسلاميين فقط لأنهم يريدون أن يقيموا دولة قومية، لأن الإسلاميين لا يؤمنون بالقوميات، وخاصة السلفية المعاصرة، وهم يريدون أن يقيموا دولة أممية خرجت عن التاريخ ولن تعود هذه الدولة، ولا يستطيع أحد أن يعيد دولة إسلامية على مستوى الأرض. هذا حلم أصبح في الزمان الماضي من خلال الإمبراطورية التي لم تعش حتى مفهوم الإسلام، عاشت إمبراطوريات أموية، يعني بمعنى عائلية، أموية أو عباسية أو عثمانية أو أيا كان، لكنها لم تكن بالمعنى الحقيقي دولة إسلامية. والآن يريدون أن يعيدوها على أرضية التفكير المعاصر نتيجة صراع الاستعماري مع بعض الشعوب، فمنهم من حمل المفهوم القومي ليدافع، ومنهم من حمل المفهوم الديني ليدافع، وكلاهما لن يصل، لأن المفاهيم بهذه الطريقة لن تصل إلى مؤداها، لأنك عندما تدافع عن قومية ما سوف تضحي بقومية أخرى تعيش معها على نفس الأرض، وعندما تحارب باسم دين ما فأنت ستقاتل أديان أخرى. وبالتالي القتال الحقيقي هو من أجل الحقوق، حقوق الإنسان، ومن أجل المواطنة الصحيحة التي يعيش فيها الأفراد متساوون. هذا هو المفهوم الحقيقي لقيام الدول المعاصرة والحديثة، وبالتالي سوف تبقى هذه الصراعات موجودة حتى تتغير هذه العقول، وإلا فإننا لن ننتهي يعني بأي شكل من الأشكال ما دامت هناك من يتبنى هذا المفهوم القومي أو ذاك المفهوم الديني. ونحن نعتذر من الأستاذة ماجي للتأخير شوي، ولكن لك كل الوقت. نفس السؤال لك أستاذة ماجي. الكرد أمة عريقة بالكتاب المقدس. أشعياء تقول ها أنا ذا أسلط عليكم الماديين، موجود بأشعياء، وأيضا بالإنجيل أيتك حين تكلم بالألسن كان الكرد والكردوخ هذا موجودة يعني. والكرد هم أول المبشرين بميلاد المسيح، فلماذا تتآمر الدول المسيحية في العالم على حقوقهم، خاصة أمريكا وأوروبا يعني كلها مسيحية، أنظمة مسيحية. في إقليم كردستان أعلنت عن الاستفتاء، الغرب ساهم مع الدول الإسلامية هنا، مع الدول العربية والتركية وفارس في قمع الكرد وفي حصار الظالم على إقليم كردستان العراق. صوت أستاذ ماجي. تمام. اي انا بس بتمنى مشان يزبط الصوت اذا بينحط ميوت كمان. هلا واضح، هلا واضح لك كل الوقت. تمام. لما بنحكي اليوم كرد، يعني أنا حتى ضد تسمية شعوب بعينهم، لأنه نحن منشوف وفق الكتاب المقدس، سواء الكرد مذكورين بالتوراة أو مو مذكورين، مذكورين بالإنجيل أو مو مذكورين، هن شعب يستحق الحياة، هذا وشعب يجب الاعتراف بهويته وقوميته والحفاظ عليها كما هي. يعني دائما لاحظ أنت يعني بيحبوا دمجهم وتعريبهم. انت اليوم لسانك عربي، عم تحكي معي بالعربي مو بالكردي على سبيل المثال. لما بنحكي بلسان عربي بنحكي وفق طبعا الغزوات اللي تمت على اوطاننا قبل 1000 سنه وعربت لساننا وصولا لاخر تقريبا نقول 80 سنه من عهد استلام الرئيس حافظ الاسد وصولا ل يعني بتلاحظ انه يجب. ما عندك صوت، ما عم بسمعك. قبل ايام عبد الناصر، ايام البعثيين بدات انا عم بحكي بسوريا حاليا. لا عم بحكي عن سوريا. انا عم بحكي عن سوريا، يعني بدات الحقبه العنصريه الشوفينيه منذ ايام عبد الناصر الى البعثيين والى آل الاسد. طيب بكل الاحوال
الكرد هن مثل بنظري مثل السوريان والآراميين والآشوريين. هي شعوب يعني موجودة لغاية اليوم. ما فينا نقول نحن فينيقيين اليوم، ما عاد موجود فينيقيين استطاعوا إبادتهم بالكامل، ولكن باقي الشعوب والقوميات من حقها تقرير مصيرها، من حقها يكون عندهم هويات، من حقهم الاعتراف بمواطنتهم، من حقهم يشاركوا بكل مفاصل الدولة مثلهم. هن مواطنين سوريين المفروض إن كانوا على الأرض من السورية أو حقهم على غير إقامة أراضي. دولتهم أستاذ ماجي، من حقهم إقامة دولتهم. دولتهم على الأرض السورية، يعني يكون اسمها دولة كردية منفصلة عن الأرض السورية. مش على الأرض السورية فقط، يعني إذا قامت دولة كردستان على بالمنطقة ككل، إذا قامت دولة كردستان من حقهم وليس رجعنا مرة ثانية، يعني نفس تقريبا الكلام اللي وجهته للشيخ. مجرد أنت عم تطالب بحقك، أنت عم بدك تاخذ حصة حقوق مواطنين آخرين. يعني أنا أعترف اليوم بكردستان وأعترف بحق الكرد أنه يكون لهم أرض ووطن ويتم الاعتراف بحقوقهم. خليني أصلح لك قصة. اليوم ما بتقدر تقول أن الدول المسيحية تعادي الكرد. يعني حلو نحط يعني مظلوميتنا على السطح نرفعها، ولكن ما حلو انه نحن نعمم بهالطريقه. اول شيء لا يوجد دول مسيحيه بالعالم، لانه امريكا واوروبا وكذا يعني هدول دول علمانيه، ما فينا نقول مسيحيه. اليوم بالكونغرس صار في اسلام ومسلمين وملحدين والى ما هنالك. ف هي واحد. ثاني شيء امريكا يعني هي الداعم الاول للكرد. النفط سوريا يعني حطت ايدها عليه امريكا وتركوا للكرد يسترزقوا منه ويكونوا هن يعني هذا الامر. ما فينا نقول عم يحاربوا الكرد. لو عم يحاربوا الكرد كانوا سمحوا لتركيا، لانه تركيا نحن بنعرف قاعده يعني عدوها الاول هو الكرد. وايضا الحصار على اقليم كردستان بعد الاستفتاء. عذرا انا ما كنت عم بسمعك، كان معمل لك ميوت. السؤال من جديد. عم قول ترامب سمح باحتلال عفرين، يعني لولا الضوء الاخضر ترامبي لما احتلت عفرين، يعني مثال صغير. ممكن نقول هيك. لأقول لك ليه. ترامب لو بده يسمح كان خلص حط ايده بايد تركيا، لانه تركيا ما بدها فقط عفرين، تركيا بدها سوريا كلها. فلو بدنا نقول اعطى الضوء الاخضر بامور، هو دعم. يعني هي عباره عن لعبه سياسيه بعيده عن انه هدول مين، هل هن كرد او هن عرب، بعيده عن انه هذا مسلم ومسيحي. اللعبه السياسيه الدوليه إلى مفاهيمها الاخرى ومصالحها الاخرى، مصالح امريكا بالدرجه الاولى. فمصالح امريكا مين بيخدمها هلا؟ بيخدمها الاقوى على الارض. مين الاقوى على الارض؟ ان كان الاقوى هن الكرد، امريكا حطت ايدها بايد الكرد. ان كان الاقوى هن السوريان، حطت ايدها بايد السوريان. فالقصه ما أنا شخصيه مع الكرد من امريكا، وانا ماني بصدد دفاع عن حدا. انت سالتني هل تعترفين بحق الكرد بمواطنه؟ طبعا. تعترفين بحق الكرد بانه يكون لهم دوله تحترمهم، تحترم حقوقهم؟ طبعا. وعلى فكره يعني حتى انا احترم الكرد جدا. يعني لاحظ اربيل بيقول لك المسيحي الموجود باربيل بيقول لك انا غير، بيقول لك انا غير المسيحي الموجود مثلا بباقي العراق. انا محترم، بيحترموني، شعب طيب، شعب بيتقبل الاخر، شعب محب. فمن هذا المنطلق انا احترم. بالكتاب المقدس قال الرب يسوع المسيح أن تحب قريبك كنفسك. من هالمنطلق كمسيحي أنا واجب علي الشيء اللي بريده لحالي إني ريده لإلك، واللي بحبه لحالي إني حبه لإلك. فأنا أكيد ما بحب حدا يحرمني مواطنتي وحقوقي وحريتي وجنسيتي. بنفس الأمر أتمناه للكرد ولباقي ما يسمى بالأقليات سواء الدينية أو القومية. برأيك الكرد أقلية بسوريا؟ الكرد يعني أنت برأيك إنه أغلبية؟ الكرد مكون من مكونات المجتمع. تماما. يعني ما فينا نحكي بمبدأ أغلبية وأقلية. شو تركتوا للعرب المسلمين؟ لا المقصد لأنه لا في برنامجنا الكثير من الضيوف يقول الكرد أقلية. الكرد ليسوا أقلية. سوريا بالأصل ليست عربية كما يدعي بعض العنصريين يعني. صحيح. سوريا ليست عربية ولا نحن عرب. يعني أنا ماني كردية، ولكن أنا لست عربية أيضا. فهذا أمر آخر صار. يعني هذا أمر طعنا هلأ من موضوع الحلقة.
لا، نحن مفهوم الدولة والدين. الدولة يعني دولة للجميع يعني، فلماذا أعتبر الكرد أقلية؟ الإسلام. الكرد من يعني أنا بشوف الوضع هيك، لأنه أنا ألاحظ أنه الكرد يعني أغلبية منهم غير قارئين للقرآن، يعني غير فهمانين حتى الإسلام. طبعا في كرد طبعا مسلمين ومثقفين وفهمانين، ولكن أنا عم بحكي بشكل عام يعني. يعني اللي بشوفه أنه الكرد مثل القوميات اللي اعتنقت دين الغالب لحتى تحمي القومية ويحموا الشعوب أنفسهم. احتمال يكون سبب من اعتناق الكرد للإسلام هو حفاظهم على قوميتهم، ولكن حتى هذا الأمر ما فادهم بشيء، لأنه تركيا ما شافتهم مسلمين. تركيا اليوم لما بتدبح كرد ما بتشوفكم كمسلمين، والدول العربية لما ما بتعترف بحقوقكم ما بتشوفكم مسلمين. يعني لازم تكون مثلنا تمام على الليبرا، تكون عربي مسلم، ويعني يا بتنفض يا ما بتنفض مننا. فهمتني؟ الصوت عندك مو واضح، بتقطع أستاذ صوتي ماجد. انا جيد، يعني انا باستوديو، انا موجوده باستوديو، وعاده تمام. الصوت جيد، ما بعرف شو في مشكله عندكم بالاستوديو. على كل الاحوال انا يعني بطلب من المخرج الحسيني يظبط تمام. تمام. الموضوع. هلا ظبط. مم. أستاذ، بتحب ارجع اعيد كلامي ولا وصل؟ لا لا، تمام. واضح بشكل جيد، وأشكرك. أستاذ رياض، سؤالي ما قبل الأخير لك. أنت الآن تشغل منصبا مهما، أو السلطة الأولى في شمال وشرق سوريا. أنت رأس السلطة الأولى في شمال وشرق سوريا. وشمال وشرق سوريا بتضم مناطق إقليم كردستان سوريا ومناطق أخرى، دير الزور والرقة يعني، فسميت بشمال شرق سوريا. ولكن هناك من يقول، وأنت عربي وابن دير الزور، هناك من يقول في اضطهاد أو في عنصرية من قبل الكرد على العرب، في تعدي على حقوق العرب، وأنت العربي ورأس السلطة الأول في شمال وشرق سوريا. ما ردك على أولئك الناس؟ هلا بالنسبة للوضع في شمال وشرق سوريا، هو الأفضل في المناطق السورية. ثانيا، المعيشة التي يعيشها الجميع مشتركة، لا يفضل أحد على أحد، والجميع متساوي، والجميع يشارك في سلطات الحكم المحلية الموجودة. والمناطق العربية لا يحكمها إلا عرب، يعني لا يديرها إلا عرب، ليس متحكم فيها الكردي. بمعنى أن الكردي والعربي والسريان آشوري يشاركون في قوات قسد لحماية المناطق. والكرد ضحوا بدماء أبنائهم في الطبقة وفي الرقة وفي دير الزور، ولم يقاتلوا ككرد لدعم عرب، قاتلوا لأنهم سوريون، واعترفوا بأن سوريتهم هي التي تدفعهم للدفاع عن هذه الأرض ضد التنظيم الإرهابي داعش. وعلما أن داعش كان يتحكم بالمناطق، وهو الذي قتل وأرهب وأخاف ونهب وتعاون مع التركي. لكن المجموعة التي بدأت في شمال وشرق سوريا بدأت في الجزيرة، وبدأت من خلال قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، وجميعهم كانوا من الكرد، عدد قليل عرب، لكنهم الآن يكادون يكونون يعني مناصفة، أو أن يكون العرب أكثر في قوات قسد على سبيل المثال، لا أتحدث عن الإدارات. أستاذ رياض، ولكن النظام والمعارضات العربية كلها بين قوسين إذا صح التعبير يتهمون الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا بأنها عنصرية وتضطهد العرب، أنه أنتم مضطهدين للعرب وهجرتم العرب، جماعة الائتلاف، هكذا تدعي. ما تعليقك على أولئك الأصوات النشاذ؟ يعني المعارضة فاشلة، وقد فشلت في التعبير عن كونها ثورة، وعن كونها معارضة، وعن كونها تبحث عن حقوق. هي تبحث عن كراسي وتبحث عن مصالح. والنظام مستبد، وقد يعني استبد منذ ظهوره على الساحة السورية في الستينات إلى اليوم، ولدينا الآن عائلة تحكم منذ 50 عام. يعني المسألة، هؤلاء يجب أن يتهجموا على هذا المشروع الديمقراطي، المشروع الذي ينشد أولا مفهوم المواطنة الحقيقية،
مشروع دولة لا مركزية يستطيع كل مجموعة في المناطق أن تحكم نفسها بنفسها على يعني أرضية الديمقراطية والأسلوب العلاقات الديمقراطية. وأيضا هذا الأسلوب هو الذي يجعل التنمية صحيحة ولا تنهب الثروات من مناطق فيها ثروات لصالح آخرين، ليتها تكون لصالح الشعب السوري بل تكون لصالح جيوب المستأثرين بالسلطة. وبالتالي فمن حق الآن أبناء المناطق أن يديروا مناطقهم بأسلوب لا مركزي. وأيضا نحن طرحنا مفهوم الديمقراطية مرتبطا باللامركزية حتى نخرج من صراع الهويات، لأن الديمقراطية عندما يعني تذهب إلى صندوق الانتخاب فقط فإننا نجد ما جرى بالأمس في انتخابات الرئاسة. وإذا عدنا إلى المسائل فيما لو أردنا أن نعود إلى صندوق الانتخاب سوف يفوز أحد طرفين، إما الإخوان المسلمين باسم الدين وإما البعثيين باسم القومية العربية. وبالتالي فالأسلوب الديمقراطي نريده مضامين وليس أشكالا تعود إلى صندوق الانتخاب. هذه المضامين تعني يعني حرية الأفراد في اعتماد مراجعهم وأن يكونوا لديهم القدرة على إنشاء الأحزاب، وهناك تداول للسلطة وهناك فصل بين السلطات وهناك مرجعية للقضاء وهناك دور كبير للمرأة وليس كالحالة التي كنا نعيش أو ما زلنا. هذا كله من مضامين الديمقراطية الذي يقوم في شمال وشرق سوريا. الآن الذين يهاجمون هذا المشروع هم بمعنى يهاجمونه لأنهم فشلوا ولا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا المستوى من الإيثار ومن العمل المشترك ومن التصور المستقبلي لمشروع سوريا المستقبلي. الفاشل يهاجم بهذه التهم ولا معنى لهجومه لأنه فاشل. تمام. أستاذ ماجي، أيضا السؤال ما قبل الأخير، أنت إعلامية ومحاورة سياسية بارعة ما شاء الله، يعني رغم أنه أعلنت أكثر من مرة أنك اعتزلتي واتجهتي لمنحى ديني أو العلاقة مع الرب، طبعا نتمنى لك كل التوفيق، ولكن وفق رؤيتك سوريا إلى أين بعد نحو أو أكثر من 1,000,000 شهيد في سوريا وهذا الدمار الهائل، وأيضا نرى استمرار اليوم ممكن الآن أعلن نجاح بشار الأسد ل7 سنوات أخرى. برأيك وأنت في عاصمة القرار العالمي واشنطن، سوريا إلى أين؟ ما مصير سوريا؟ هل بشار فعلا سيتمم 7 سنوات أخرى؟ يعني لا نستطيع التكهن بالأحداث. أنا يعني مو شغلتي إلك أتنبأ لك شو رح يصير لسوريا، إذا رح يبقى ولا رح يمشي. ممكن لا، وفق معطيات الرؤية السياسية يمرض ويموت يتعين غيره، ممكن يبقى، ممكن يعني لاحظ اليوم اللي عم بيصير بسوريا للأسف. يعني أنا ما بدي أحكي لحتى ما نكون كلنا عم نحكي بنفس الاتجاه، ولكن ما يحدث بسوريا هو الرقص فوق جثث الضحايا بكل ما تعنيه الكلمة. هي رقص ودبكات. يعني لما بيقولوا عرس وطني كان المفروض، ما بدي أطلع عن سياق موضوعك عن الدين والدولة، ولكن كان المفروض احترام لأرواح أبرياء، يعني احترام لأنه نصف الشعب السوري مهجر. كان المفروض يعني اليوم الرئيس لما بدنا نرقص له بالطرقات بغض النظر عن اسم الرئيس لازم يقدم لنا شو مشروعه. يعني أنا لهلأ ما سمعت الطرح، يعني بشار الأسد ماذا يحمل لسوريا ل7 سنين القادمة؟ ما عرفنا وين مثل ما بيقولوا الحقيبة السياسية تبعه، ما شفنا شيء يعني. وهكذا تواليك بالانتخابات السورية، فما بنقدر نحكم. بس الواضح انه رايحه للخراب اكثر واكثر، وما حابه كنت احكي بهي الطريقه لانه بتبقى بلدنا بنتمنى والصمت الدولي تحديدا الامريكي، الصوت الدولي والامريكي على ديمومه جرائم الاسد. ايه، الامريكي عامل تقريبا النقي بالنفس، يعني هو بهمه مصالحه. طالما مصالحه ماشيه بسوريا، طالما الرئيس السوري يعني ما مؤثر على مصالح امريكا بشيء ولا مضايقه بشيء. يعني هن بيقول لك احنا ضد وجوده، امريكا تطالب الاسد بالتنحي. عم نسمع خطابات وشعارات كثير، لا يوجد تطبيق لاي امر على ارض الواقع. ارض الواقع في يعني اليوم واقع هو بيحكم في دول عم يرجع يفتح مع اتفاقيات من جديد، في مطالبات لهم يرجع على الجامعة العربية ولا كأنه شيء كان يعني.
فبرجع بقول لك نحن بنتمنى لبلدنا الافضل، يعني انا شخصيا اتمنى انه الشعب بسوريا يعيش افضل مني، افضل مما انا عايشه بامريكا، ولكن يبدو انه هي رح تبقى مجرد احلام. خلص طالما في يعني مع احترامنا طبعا شوف للرئيس الاسد ولا غيره من الرؤساء، ولكن الرئيس بالنتيجه هو بشر. يعني انا ضد انه رئيس يجلس بسده الحكم 20 30 سنه. يعني انت يعني لازم يكون في تجدد، لازم يكون في عنا يعني مو 7 سنين، حتى 7 سنين يمكن يكون مده كثير. شوف امريكا 4 سنين ممكن تجديده لولايه اخرى وخلص، بعدها بيستلم غيره، بيجي جيل جديد، بيجي فكر جديد، بيجي امور جديده للبلد. مع يعني المستلم البلد 20 سنة. هلا شو مشروعك لحتى نحن نعرف انه انت هل جدير انك تقعد 7 سنين اضافية او لا؟ لانه اليوم لما بحكي انا عن رئيس معين ما بحكي بشكل شخصي بحبه او بكرهه بيعجبني او لا، بحكي حسب مشروعه. شو عندك تقدم لسوريا؟ اوكي، اذا عندك تقدم شيء لسوريا هات ورجينا شو عندك لتلتزم بعهودك. ما انا بعد 7 سنين من اليوم بدي احطك كرئيس وطالبك اقول لك انت قبل 7 سنين قلت كذا كذا كذا، ولكن الواضح في عنده مشروع، في عنده مشروع تحقيق وعد والده بجعل سوريا، بترجيع سوريا الى 7 مليون، يعني اكثر من مليون شهيد اخر يعني في 7 سنوات الاخرى. لا، فهذا ما هو. زالت بسوريا الممارسات القمعية، ما زالت الفساد مستشري وزاد حتى أضعاف مضاعفة عما كان في السابق. صار في عنا سوريا وضعت على قائمة الإرهاب بعهد الرئيس الأسد للأسف. سوريا اليوم مصدر للحبوب المخدرة يعني صارت بلد يمنع استيراد الأمور منها لأنه عم يحطوا بعلب الحليب ويحطوا غيرها مواد مخدرة وحبوب إلى آخره. هذا الأمر وايضا مصدر للافكار المخدره المدمره الارهابيه. للاسف حولها سوريا الى مصدر للمخدرات وللافكار الارهابيه يعني للاسف. كان الامل مننا كمواطنين سوريين، ما راح احكي لا مسيحيين ولا مسلمين ولا كرد ولا عرب ولا غيره، كان الامل من الرئيس السوري بعد هالحرب وبعد يعني مثلا الطائفه العلويه الكريمه ما عاد فيها شباب، قدموها كلهم بالحرب، يعني طائفه صارت يطلق عليها الطائفه العجوز، ما عاد فيها جيل شباب ورجال. فكان المفروض بعد هي الحرب كلها على الأقل لما هو قالوا هن ضد المعارضة وهالثورة الإسلامية، طب كنت تعطينا غير شيء. يعني طالع الرئيس الأسد قبل شهر عم يخطب من أحد الجوامع ويقول سوريا دولة إسلامية وفق الشرع ووفق الفقه والدستور هو عبارة عن الشريعة. طب أنت شو غيرت لي عن الخطاب؟ ما هي خطاب الشيخ عم بيقول علمانية إسلامية، ليه متخانقين مع بعض أنتم؟ يعني ما هو نفس الخطاب، علمانية إسلامية والإسلام هو الحل طب أخي أنا وين حقوقي بالمجتمع؟ هذا المجتمع أنا بحتاج أعرف حقوق الطفل فيه، حقوق المرأة فيه، حقوق باقي الأديان فيه، حقوقي كإنسان فيه، حقوق العاجز والكبير والمسن فيه. إذا يعني أنت كرئيس المفروض يكون الخطاب بعد الحرب هون اسمه إعادة أعمار حقيقية، مو إعادة أعمار نحن نقول للمغتربين بعثوا لنا مصرياتكم. ونحن لنا حق ما بقطع الكهرباء عنا للاسف في سوريا كلها بدون كهرباء غالبا يعني تقريبا. نحن وصلنا للسؤال الاخير لكم اثنين ضيفي الكريمه. استاذ رياض، خلصت اسئلتي. سؤالي الاخير، ماذا كنت تتمنى ان اسالك ولم اسالك، او كلمه اخيره توجهها للسوريين عامه؟ يعني أنا بالنسبة لي سعيد بهذا اللقاء ومع اسعد. السيدة ماجي أيضا، لأنها أيضا لها حضورها الإعلامي والأسلوب الذي تتبعه الآن في طرح الأفكار هو مثير للمسائل العقلية وللتداول الفكري وللمرجعيات التاريخية حتى نصل إلى مقاربات. هذا بداية، لكن في النهاية أنا أتمنى لسوريا أن تحقق استقرارها، أن يكون هناك تفاهم الحقيقي بين أبنائها. نحن حاولنا أن نفاوض النظام لنصل إلى متفقات ولم نتفق لأن العنجهية هي التي تسيره، وحاولنا أن نتفاهم مع المعارضة وطرحنا توحيد الشمال السوري بشرقه وغربه بإدارتين، إدارة في شمال شرق وإدارة في شمال غرب،
ولم يوافقوا، بمعنى أننا نحن الآن نحارب وحدنا من أجل أولا رفاهية شعبنا ومجتمعنا، وندفع باتجاه الحل السياسي الوصول إلى نتيجة إيجابية، وهذا الأمر مستمرون عليه ولن نتوقف في كل المسائل. ونناشد المجتمع الدولي، نناشد المجتمع الإنساني، نناشد التجمعات المدنية أن تفهم هذا السلوك الذي نسعى إليه. في القضية الأساسية وهي مشروع عنوان هذه الحلقة، الدين والدولة في سوريا، العلاقة الجدلية. في الحقيقة نحن في سوريا لم يكن لدينا الدين بالمعنى الحقيقي، كان محاولات سيطرة دينية، لأن وزارة الأوقاف تهيمن وتستتبع الآخرين، والإفتاء أيضا هو مرجعية سلطوية، والدولة تسيطر على الدين بكل أشكاله يعني المللية. وهذا أمر نريد أن نتخلص منه عبر دولة علمانية حقيقية، وعبر دولة المواطنة التي يشعر فيها الفرد بانتمائه إلى وطن، وليس إلى شكل المواطنة الكاذبة التي هي مواطنة الانتماء للرئيس وإلى حكم يعني الرئيس كما يريد. هذا ما نريده في المستقبل ونتمناه، وفي الحقيقة نحن ما زلنا على هذا الدرب ولن نتوقف. وأستاذة ماجي، الكلمة الأخيرة لك. ماذا كنت تتمنين أن أسألك ولم أسألك؟ لك كل الوقت. نعم، يعني كنت بتمنى موضوع الحلقة يكون محدد أكثر حول الدين والدولة، يعني ليس القومية والدولة وغيرها، ولكن الأمور أكيد بتفوت ببعض. دولة سوريا أستاذة ماجي، دولة سوريا مكونة من عدة قوميات، يعني فهناك اضطهاد لقومية أساسية بالبلد. هناك اضطهاد للجميع، يعني هناك اضطهاد للجميع، حتى يعني المسلم العربي مضطهد بسوريا، نحكي المنطق. فاليوم بدي أقول لك شغلة بالنهاية، نحن أمام بلد، هي البلد إما بتعمر أو بيكون فيها قول الرب لن يبقى حجر على حجر. فلتعمر هي البلد أنا أطالب الكرد بالمنطقة اللي هن موجودين فيها. أنت اليوم ورجيني سوريا عندك، يعني اليوم ورجيني نظام أفضل من النظام السوري. هذا أول شيء كنا نقوله للمعارضة بسوريا، ورجينا مفاهيم ومبادئ أفضل من النظام السوري. أخي نحن تعبنا، نحن كشعب سوري تعبنا بين معارض وبين دكتاتور وبين كرد وبين كل حدا بده حقوقه لإله. نحن محتاجين نرجع نشيل سوريتنا من أول وجديد. أنا مؤمنة، وأنا يعني يمكن لو بتجمع مليون مسلم مجتمعين مؤمنين مع بعض يمكن ما بيعادلوا ذرة من إيماني، ولكن إيماني بقلبي، إيماني ببيتي، إيماني بكنيستي. أما بالمجتمع لما بنحكي مع اختلاف الأديان واختلاف الأعراق، أنا أحترم المجتمع كما هو، أتقبل الآخر كما هو. هذا الأمر ما بيتم طالما نحن عم نقول دين الدولة هو الإسلام، ونحن عم نقول سوريا إسلامية، سوريا عربية. هذا الخطاب الراقي اللي عم نحكي فيه ليتم ما رح يتم بحياته. اليوم سوريا محتاجة إنها تكون دولة قانون، بغض النظر إن إحنا ممكن نسميها دولة علمانية مدنية عم يعني يتحاربوا على التسمية، ولكنها كلها عم تصب بمصلحة الإسلام. أنا بحاجة لدولة قانون يا أخي، أنا بدي قوانين حقوق الإنسان تحكمني. أنا بحاجة هذا الطفل ممنوع ضربه بالمجتمع، مع تطبيق عقوبات على الأهل إذا ضربوا ابنهم. بالشمال السوري من يومين سمعنا عن زلمة رابط بنته بجنازير وكذا. ما هذا اللي عم بحكي فيه. أنت اليوم أنا ما فيني أقول الكرد غلط أو الكرد صح، التعميم لا يجوز. أنت طبق لي هالدولة اللي بنحلم فيها نشوفها بسوريا، طبقها بمنطقتك، رح تلاقي السوريين كلهم اجوا لعندك، والسوريين كلهم طالبوا فيك لتحكمهم. انا ما عندي مشكلة على فكرة يحكمني كردي مسلم بسوريا، بشرط يكون هو جدير بالمنصب اللي عم يحكمه، جدير انه يشوف الكل مواطنين تحت سقف القانون، ما يشوف مصلحة قومه او مصلحة دينه فقط لا غير. اليوم انا اطالب مثلا بدي دولة يكون فيها ممنوع تزويج القاصرات. مجرد عم تقلي انت علمانيه اسلاميه، انت ما عاد فيك تتدخل بالقوانين الا وفق الشريعه والفقه الاسلامي. ما عندك شيء يعاقب المتزوج بقاصر، لانه في تاريخ اسلامي بيسمح بهذا الامر. انا اليوم بدي انه الطفل اللي ينجب للحياه يكون من حق والديه. انا بدي سجل مثلا ابني على اسمي،
تعطى الأم حقوقها كأنه يسجل ابنها على اسمها، تعطي ابنها جنسيتها، ما يكون السلطة الذكورية هي الحاكمة. ما أنت بدك تشوف حقوق الآخر بالمجتمع غير أعراق وأديان كإنسان. بدي أنا حق أنه اليوم الكردي المسلم إذا قرر يعتنق المسيحية، يا أخي ما تهدر دمه، حر الإنسان بده يصير مسيحي. أنا في عندي ناس بإربيل وبالشمال السوري بدهم يغيروا دينهم، بيلاقوا قمع كمان. ليه عم تقمعهم؟ ما النظام السوري عم يقمعهم ومو عاطيهم حرية اختيار الدين. انت اعطيهم حرية اختيار الدين والمعتقد. يعني ليش اشمعنا نحن بنقول على طول بالوطن العربي للحق للإنسان حق باختيار دينه كمسلم؟ ليه؟ طب ما ممكن يكون بده يختار دينه كمسيحي، اترك له الحق يا أخي. يعني منقول اليوم إلا ازدراء الأديان، فمنلاحظ اللي بيزدري بالدين الإسلامي يرجم ويحاكم ويحاسب، اللي بيزدري بالدين المسيحي بيزقفوا له وبيضحكوا له. بس بعتقد بشمال شرق سوريا ما في هالممانعة. عفوا استاذ ماجي الصوت اتقطع يعني، بس بعتقد بشمال شرق سوريا يعني باقليم كردستان سوريا نعم. ما في هناك حتى في فتح كنيسه، يعني بكوباني فتحوا كنيسه، يعني ما في هالقمع ديني لمجرد يعني واحد الشيخ بيقول لك آمن أو ألحد كمان، ولكن بقلبك. أنا بحاجة إنه يكون في قانون يحميني. اليوم إذا قرر سليمان يصير مسيحي يقدر يروح يغير خانته بالنفوس ويقول أنا مسيحي، أنا أولادي مسيحيين، أنا بدي أغير اسمي يا أخي بالنفوس، أنا حرة. أنت سميت ابنك عمر، قررت تغير بدك تعتنق المسيحية ويصير جورج، يعطوك حريتك. يعني اليوم ما بكفي نقول مين عم يقتلهم إذا حدا صار مسيحي، لا، يعني ما في قتل معنوي وروحي أسوأ بكثير من القتل الجسدي عم يتم بسوريا. اوكي، انا ما عم بحكي عن منطقه الكرد، انا عم بحكي عن سوريا، عن النظام السوري طبعا، لانه الكرد كتر خيرهم، يعني هن جماعه دوبهم ياخذوا حقوقهم لساتهم. يعني نحن ما فينا نقول لهم تعال اعطينا حقوق كل سوريا وهن لساتهم عم يطالبوا بحقوقهم. ولكن انا عم بحكي كسوريا بشكل عام، نحن محتاجين لقوانين. هي القوانين بسنة فلاسفه، بسنة محامين، بسنة قضاء، مو بسنة مشايخ. الشيخ له جامعه وله مسجده، مع احترامي ومحبتي للشيخ المحترم اللي معنا، ولكن الشيخ لك جامعك ومسجدك، ما فيك تتدخل بالدستور، ما فيك تتدخل بحقوق المواطنين. لو بدك تقول لي الاسلام ما بعيد، الاسلام بيعطيكم، اخي انا ما بدي الاسلام يعطيني، انا بدي الاسلام يبقى بجامعه والمسيحيه تبقى بالكنيسه. هذا بيعني فصل الدين عن الدوله، في دوله مواطنه، في حقوق. انا بدي ينسمح بسوريا بتبني الاطفال. ليش في عنا أطفال بالشوارع وفي أهالي محرومين يكون عندهم طفل؟ الإسلام بيمنع. ما نحن عم نرجع للدوامة نفسها، إنه أنت في عندك دين حاكم مفاهيمه ما زالت تعيش في قريش قبل 1400 سنة، عم يفرضها اليوم ويدمر المجتمع، ونحن ما زلنا عاجزين وخجلانين نسمي الأمور بمسمياتها. لا، بدي سميها الإسلام هو دين. متى ما قلنا دين إذا هو علاقة مع الله، حط لي إياه ببيوت العبادة وبيوت الله. بزال عم نحكي دولة وعم نحكي دستور، أنا عم بحكي قانون، عم بحكي قضاء، عم بحكي حساب وعقوبات، ما عم بحكي عن حدود شريعة ممكن تقطع يد السارق، ممكن ترجم الزاني. أنا اليوم بسنة 2021 ما فيك تطبق لي شريعة جاءت لمنطقة معينة شبه الجزيرة العربية قبل 1400 سنة اللي أنا بدي أطبقها على سوريا، بلد فيها 70 طائفة. سوريا بلد فيها 70 طائفة مختلفين عن بعض، كانت وما زالت وتبقى. شوفها قبل عهد جمال عبد الناصر، يعني سوريا كل عمرها، شوف الشوارع، شوف النظافة، شوف الجامعات، شوف التقدم، شوف مترو، شوف الباصات، شوف الحضارة اللي فيها. وكان في إسلام بسوريا، يعني الإسلام مو دين خلق امبارح نحن جايين هلا نطالعوا على السطح وبضاعة شوفوا لنا إياها، لا، كان موجود إسلام، ولكن كان موجود إسلام سوري محترم، إسلام بيعرف تماما إنه الدين لله اللي قلته والوطن للجميع. اجوا هلا لا، صرنا فجأة بدنا نرجع لعصر الخلافة، او في عندي انا يعني اما عصر الخلافة او الشيخ الطيب طلع وقال انا بعطيكم بلا عصر خلافة، بعطيكم علمانية اسلامية، انا ما بدي اثنين، انا مسيحية لا يطبق علي الاسلام وماني مجبورة، ممكن اؤمن وممكن ما اؤمن فيه، انا حرة. اذا ما بدي اؤمن بالاسلام ما بصير تفقدني مواطنتي. تمام، أشكرك جدا جدا. شيخنا ما بعرف إذا بدقيقة إذا لك تعقيب صغير على حقيقة يعني هي تنظر إلى كلامي على أنه كلام شيخ وكلام رجل يدعو إلى الإسلام كدين وأن يحتوي الآخرين. أنا تحدثت أن الإسلام عزل نفسه
عن مسألة التأثير على الآخرين، واعترف بوجود الآخر بديانته أو بإلحاده، وبالتالي فالجميع يتعايش على يعني المشترك الإنساني. هذا هو المفهوم الذي انتقلت منه إلى مفهوم المواطنة وإلى حكم القانون. وطبيعة ما أطرحه أنا في كتاباتي وفي عملي هو أن الشيخ عندما يعمل في السياسة يخلع عمامته، وبالتالي المعرفة يعني الفقهية والدينية يجب أن لا يستثمرها في السيطرة على الآخرين، بل بتوظيفها لمعنى القانون وإقامة حكم القانون، وليس إقامة حكم الشريعة، لأن الشريعة في المسجد. هذا الأمر حتى الآن لا يستطيع مشايخنا أن يتوصلوا إليه، وهذه معركة طويلة. وحتى رجال الدين من أي طرف آخر لا زالوا ينظرون إلى الصراع الديني القديم ويحكمون على المتحدث من خلال مفهومهم عن ما يحمل وليس مفهومهم عن ما يقول. الحقيقة نحن أنا وماجي على أرض واحدة نتحدث، ولكن فقط هي الفكرة التي تنظر إلي فيها وإلى أمثالي، لأن كثيرين يطرحون هذه الفكرة، فكرة أن الشيخ أو بمعنى هو اسم الشيخ هو المؤثر. لو كنت تقول أن رياض أو الأستاذ رياض ما كان هناك هذا التأثير الكبير على المسألة. بالتالي نحن نريد أن نصل إلى الفقه المعرفي المعاصر على معنى القانون الذي يخدم المواطن. هذا هو الذي نريده. والمرجعيات الدينية كما قالت هي لكنيستنا أو مسجدنا أو معبدنا أيا كان. تمام. ونحن كمان نريد سوريا لكل السوريين، سوريا دولة مدنية تعددية ديمقراطية فيدرالية لكل السوريين، والدين لله والوطن للجميع. نشكركم جدا جدا أستاذ رياض ضرار الشيخ والرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي. نورتنا في هذه الليلة الإعلامية اللامعة الجريئة والجميلة. ماجي خزام، كانت سهرة جميلة معك. كل الشكر على حضورك وحضور شيخنا الجليل. باسمكم جميعا نشكر المشاهدين اللي تابعونا ونعتذر منهم. هناك كانت أسئلة كثيرة ولكن الوقت لم يسعفنا وكانت غنية، ونعدهم أنه بالمستقبل سنطرحها عليكم وسيكون لنا لقاءات أخرى معكم. باسمكم جميعا نشكر من هم وراء الستار مرة أخرى: الأستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، الأستاذة رقية حاجي الكاتبة الكردية المعروفة. كل الشكر أستاذ رياض وأستاذة ماجي، وأتمنى أن تبقوا بالاستوديو. بعد ما نودع المشاهدين نخرج سنحكي ما تحت الأضواء، بس ضلوا ابقوا بالاستوديو. ومشاهدينا الكرام إلى الخميس القادم انتظرونا، ودمتم بألف خير.